خليني أسألك سؤال صريح. عمرك في يوم قعدت مع نفسك وسألتها هو أنا بعمل إيه في حياتي؟ بتصحى من النوم، تاكل، تروح شغلك أو جامعتك، ترجع تتفرج على أي حاجة وتنام، وتيجي تاني يوم تعيد نفس الروتين، وبعد شهور تكتشف إن الوقت بيجري ومفيش أي جديد. طب ليه ده بيحصل؟ لأن معظمنا عايش من غير هدف واضح، يعني زي واحد طالع على أتوبيس بس مش عارف هو رايح فين، فطبيعي ينزل في أي محطة وخلاص. اللي هقولهولك في الفيديو ده مش كلام كتب، دي خطوات عملية تخليك تكتب هدفك وتعرف تحققه من غير ما تحس إنك تايه. فلو أنت من الناس اللي تعبت من العك والدوخة وعايز تلاقي طريقك، ركز معايا في الفيديو ده وهتطلع برؤية مختلفة جدا عن حياتك. أول خطوة، كتابة الهدف. أول غلطة بيعملها 90% من الناس إنهم بيقولوا أنا عايز أعمل كذا وخلاص، لكن مفيش ورقة، مفيش كتابة، مفيش أي حاجة. الكتابة ليها قوة غريبة، دماغك لما تكتب حاجة بتترسخ في اللاواعي أكتر. خلينا أديك مثال. تخيل إنك دخلت سوبر ماركت كبير من غير ورقة مشتريات، إيه اللي هيحصل؟ هتشتري حاجات ملهاش لازمة وتنسى الأساسيات. لكن لو داخل ومعاك ورقة هتطلع باللي انت عايزه بالظبط. نفس الفكرة في حياتك، يعني ما تكتبش عايز ابقى غني، دي جملة عامة وفاضية، لكن تكتب عايز اوفر 50,000 جنيه خلال سنتين عشان ابدأ مشروع صغير. شايف الفرق؟ الاول حلم سايب، التاني خطة ممكن تبدأ فيها النهاردة. الخطوة التانية، خلي الهدف محدد. ايه مشكلة عايز انجح مبهمة؟ النجاح بالنسبة لك غير النجاح بالنسبة لي. خليني احكي لك حكاية صغيرة. كان في واحد شاطر جدا طول الوقت بيقول انا عايز انجح في حياتي. طب يعني ايه تنجح؟ مرة يقول لي النجاح انه بيجيب تقدير عالي في الكلية، مرة يقول لي النجاح انه يسافر بره، مرة يقول لي النجاح انه يفتح مشروع. الموضوع بالنسبة له كان زي واحد بيجري في كل الاتجاهات وفي الاخر ما بيوصلش الحته. لكن لما قعد وكتب انا عايز اخلص الكليه بمعدل عالي واتدرب في شركه برمجه قبل ما اتخرج، هنا دماغه بقت مركزه على حاجه واضحه. هو ده الفرق بين واحد بيتحرك في ضباب وواحد شايف طريقه قدامه. الخطوه الثالثه، قسم الهدف لخطوات. اللي بيدمر اي حد هو انه يشوف الهدف قدامه كجبل ضخم، زي واحد يبص من تحت برج القاهرة ويقول مستحيل اطلع لفوق، لكن الحقيقة البرج ده معمول من طوب صغير فوق بعض. خلينا اديك مثال عملي. انت نفسك تتعلم انجليزي، لو بصيت على الهدف مرة واحدة اتكلم انجليزي بطلاقة، ممكن تحبط وتسيب الفكرة. لكن لو قسمته، اول شهر تخلص كورس مجاني على اليوتيوب، الشهر اللي بعده تبدأ تحفظ 10 كلمات يوميا، بعدها تدخل جروب واتساب تتكلم مع الناس، بعد 6 شهور تبدأ تشوف افلام من غير ترجمة، بعد سنة تعمل انترفيو وهمي وتسجله. كده الطريق بان قدامك، وكل خطوة صغيرة هتخليك اقرب. الخطوة الرابعة، اربط الهدف بسبب قوي. بص، السؤال هنا مش ايه هدفك، السؤال هو ليه عايز تحقق الهدف ده. لو السبب ضعيف هتقع من اول مطب. واحد عايز يخس عشان صحابه ما بيبطلوش ضحك عليه، هيمشي اسبوعين دايت وبعدها يزهق. ليه؟ لان السبب مش نابع من جواه. لكن واحد تاني عايز يخس عشان يتجوز وهو واثق في نفسه، او عشان يلعب مع اولاده وهو عنده 40 سنة من غير ما يتعب، ده لما يجيله احباط يفتكر السبب الحقيقي فيقوم يكمل. السبب هو البنزين اللي بيشغل عربية هدفك، لو البنزين خلص مش هتكمل حتى لو الطريق مرسوم. الخطوة الخامسة، المرونة. في ناس بتشوف ان الخطة لازم تمشي زي ما هي مكتوبة بالحرف، لكن الحياة يا صاحبي مليانة مطبات. ممكن تيجي أزمة، ممكن فلوسك تقل، ممكن ظروف تتغير. المهم انك ما تسيبش الهدف نفسه. غير الخطة بس ما تغيرش الاتجاه. تخيل واحد كان ناوي يسافر يتعلم بره، الظروف وقفت، ممكن يستسلم ويقول خلاص كده الحلم ضاع، او يشوف كورسات اونلاين ويبدأ يتعلم بنفسه. الفرق بين الاتنين ان الاول شايف ان الطريق اتقفل، والتاني فاهم ان في طريق تاني يوصلوا لنفس الهدف. الخطوة السادسة، احتفل بالإنجازات الصغيرة. انت عارف ايه اللي بيخلي اغلب الناس يسيبوا نص الطريق؟ انهم مش شايفين اي نتيجة. تخيل بتجري ماراثون ومفيش اي حد يقولك برافو قطعت 10 كيلو، قطعت 20، هتحس انك مش ماشي لقدام. عشان كده لازم تحتفل بالحاجات الصغيرة. خلصت كتاب، اخرج اليوم. وصلت لنص المبلغ اللي بتوفره، كافئ نفسك بحاجة بتحبها. نجحت في انك تذاكر ساعة يوميا لمدة اسبوع، قول لنفسك انا جامد. الدماغ بتحب المكافآت، وكل ما تكافئ نفسك هتشجعها تكمل. الخطوة السابعة، شارك هدفك. لو خبيت الهدف لنفسك دماغك هتقولك مفيش حد شايفني، يبقى عادي لو قصرت. لكن لو حكيت لاصحابك او كتبت الهدف على ورقة وحطيتها على المراية، كل يوم هتشوفها وتفتكر. ده غير انك ممكن تلاقي دعم، صاحبك يشجعك او حتى يذكرك لو كسلت.
الإنسان ساعات محتاج حد يسأله عملت إيه في هدفك اللي قلت عليه. السؤال ده ممكن يديك دفعة رهيبة. طيب دلوقتي إيه الخطوة اللي المفروض تعملها بعد الفيديو ده؟ سهلة جدا. هات ورقة وقلم واكتب هدف واحد نفسك تبدأ فيه من النهاردة، حدده كويس، قسمه خطوات صغيرة، واسأل نفسك ليه عايز احققه، واكتب اول خطوة بسيطة تبدأها خلال 24 ساعة. ما تقولش بكرة لانه بكرة هتأجله لبعده وهيفضل بكرة طول عمرك. انت ممكن تبدأ من دلوقتي. والفرق بين واحد حياته ماشية بالبركة وواحد حياته مليانة انجازات ان التاني كان عنده هدف واضح. انا عايزك تكتب في الكومنتات ايه الهدف اللي ناوي تبدأ فيه بعد الفيديو ده. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وشارك الفيديو مع صاحبك اللي محتاج يلاقي بوصلة في حياته. اوعى تنسى البداية الصغيرة اللي تعملها النهاردة ممكن تغير حياتك كلها بعد سنة. سلام.